عشان نتدفى. قلوب تعباني جفا، صحاب حنوا للصفا، باب الحزن مفتوح باب الوفا، باب الوفا بيطل عشان نتدفى. قلوب تعباني جفا، صحاب حنوا للصفا، باب الحزن مفتوح باب الوفا. حزن مثل الفرح بيبكي وبيقوي، والشمس تشرق عالدمع، في دمعة بتجرح، دمعة بتضوي، دمعة مثل المي بتضوي. لك شو جابك هلا؟ الساعة 2:30 بعد نص ليل. لا تقول لأمك إنك شفت بي. أنا قايلت لها إنه مسافرة أنا وعصام. شو صار؟ أخذوا عصام اليوم. رجعوا أخذوه؟ وآخرتها؟ يبدو إنه ما في آخرتها. والمطلوب؟ بكرة ببرنامجك بتقول إنه تم العثور على كتاب كان يعتبر مفقود خلال قرون من الزمن. المهم تعمل دعاية لدار النشر. دعاية ما بحسن. تذكر اسم عصام، بس تذكر الاسم أكثر من مرة. بدي الاسم يتكرر يعني. بعدين بتقول إنه بدهم يعيدوا نشر الكتاب بلغة مبسطة، مو مع الشرح، مشان كل الناس المتعلمين يقدروا يقروه، مو بس اللي معهم دكتوراه بالأدب العربي مثل ما عم بيصير بالعادة. وبتقول كمان إنه باليونان عم بعيدوا ترجمة الأدب الإغريقي كلياته للغة اليونانية الحديثة. عم تفهم شو قصدي؟ بدك الإدارة تصدق إني أنا عم بفهم أحكي بكل هالشغلات؟ بدك تخليهم يصدقوه. وبركي أخذوني أنا كمان؟ لك لا، أنت شو دخلك؟ بس الكتاب فعلا لقطة. وإذا ورطتيني؟ لا تخاف، أنت ما بتتورط، بيطالعوك صاحباتك. هاي المخطوط على مهلك عليه، حقه بلاوي. هذا إذا انسرق بيحطونا بالسجن، وبهاي الحالة بصير الحق معهم. هاي نسخ الصفحات وأسماء الكتب يلي انذكر فيها. ما في غش؟ هلأ أنا بدي غشك. بتعملي إياه؟ إذا بدك بتاخد كاميرا ومنصور المراجع. يعني نحن على وش فضيحة. لك أنا ما بدي فضايح أبداً. أنا كل اللي بدي إياه إنه يطلع عصام من السجن وبأسرع ما يمكن. فإذا لازم نذكر إنه هذا الرجل الوطني الغيور كان بإمكانه ياخذ هذا المخطوط ويبيعه، ولكنه فضل إنه ينشره بكل الوطن العربي. اترك شعارات للبرنامج. لك لحظة خليني كفي. بدنا نقول كمان إنه هذا الرجل المهتم هلأ الآن بالسجن بشكل غير مباشر. ما في شيء بشكل غير مباشر، يا أما في حدا بالسجن يا أما ما في بالسجن، بس بالسجن بشكل غير مباشر. شكرا مرام لأنك اجيتي لعندي. ما بعرف كيف اجى ببالك. هلا أنا وطالعة بالأسانسير كنت عم أقول لحالي مو كل الناس تقدر تتصرف هيك. برافو عليكي. المهم طمنيني، انتي شو صار معك؟ بكرة بتشوفي. أنا هلأ ما عاد أقدر أعمل شيء. هلأ لازم نفوت ننام، بكرة بنشوف. تعالي فوتي نامي بغرفة رولا. تعالي.
ما بدك تحكي لي شو عم بيصير؟ انا مالي علاقه. بس أنا بدي أعرف. ليش ما بدك تحكي؟ لانه القصه كتير مشوقه، بخاف تحكي لحدا. خايفة أحكي لحدا؟ مو هيك قصدي. بعرف، أنت خايفة أحكي لفراس. إله ولغيره كمان. أنا بس بدي أفهم، ليش مو عاجبك إنه أنا وفراس بنحب بعضنا؟ مو صحيح. بس لو ما كان في فراس كنتي حكيتي لي. ما بتصور. طيب ليش ما بتثقي فيني؟ لك بثق فيكي، بس هذا الموضوع مو سر لإلي، يعني ما فيني احكي لك اياه. يلا باي، انا رايحه. هلا بنشوف جهاد شو بده يساوي. هي المحاولة الثانية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج آخر صرعة مع جهاد. كما عودنا مشاهدينا الأعزاء وهن كتار إنه نقدم لهم بكل حلقة مفاجآت مختلفة. اليوم في عنا خبر مذهل، وأنا لا أبالغ إن قلت إنه أكبر من مفاجأة. خبر اليوم حدث تاريخي لكل عشاق الأدب العربي ولكل هواة التراث، وأنا هلأ شايفهم وقلبهم عم يعمل طبعاً معهم حق، لأنه ما بيعرفوا يدوروا. لو كانوا بيعرفوا يدوروا منيح ما كانوا خلوا هالمخطوط اللي عنا هون يوصل لإيدينا ويفلت من إيديهم. بس نحن طلعنا أشطر. أعزائي المشاهدين، هذا المخطوط اللي بإيدي هون كان مفقود من القرن انتبهوا منيح. رح أسأل الجمهور اللي بالقاعة، واللي بيعرف في له معنا جائزة، لأنه ما حدا من عنا بيطلع خسران. مين بيعرف؟ تفضل أستاذ، المايك لو سمحتي أنسي. القرن التاسع عشر. لا، مين بده يجاوب كمان؟ تفضل أستاذ. من القرن السادس عشر. للأسف لا. شايف صبية رافعة إيدها. من القرن قولي ولا تخافي، تفضلي. الرابع عشر. يا خسارة ما حدا عرف، لذلك الجائزة بتبقى عنا، ولأنه نحن بنعرف رح تتقاسم. وهلا ما لازم تعبكم كتير وخبركم انه هذا المخطوط كان مفقود من القرن الحادي عشر. وين التصفيق؟ هذا الحماس. هذا الكتاب ثروة كبيرة للبلد، لأنه مثل ما مذكور هون أنه بديع الزمان القراوي بكتابه مشوار المحاضرة ومتعة المناصرة ذكر لعمة، القرن الثالث عشر. شو عم يحكي هذا المجنون؟ لك مو هيك اسم الكتاب. إنه هذا المخطوط معلش، يمكن اسم الكتاب صعب. وإنه للأسف طبعا على جهاد أكيد كتير صعب. ولكن لحسن الحظ عثر على هذه النسخة في إحدى مكتباتنا الوطنية. هذا الخبر بهم بلدنا وبهم العالم العربي من المحيط للخليج، مو بس من المحيط للخليج، بهم كل المهتمين بالحضارة العربية وكل المستشرقين. هذا المخطوط رح يكون بين إيدين هواة الأدب العربي خلال فترة بسيطة، لأنه السيد عصام جبارة وهو واحد من أصحاب كبرى دور النشر بالبلد قرر أنه ينشر هذا الكتاب، والأهم أنه حينشره باللغة العربية المبسطة. وهذا بحد ذاته أنا برأيي سبق هام جدا، لأنه يعني اسمحوا لي، كل واحد فينا سمعان بمقدمة ابن خلدون، بس بيني وبينكم بيوم من الأيام وقع بإيدي الكتاب، فتحت أول صفحة وقريت سطرين، قلتوا لي أكيد هي اللغة مانا لغة عربية، ما فهمت شيء، سكرت الكتاب وشلته. بس في إلي صديق دكتور باللغة العربية قال لي إنه الكتاب جميل ولغته سلسة. طبعا إذا معك دكتوراه باللغة العربية بتلاقيه سلس. لذلك السيد عصام جبارة هون خلوني فيدكم شوي ببعض معلومات. باليونان كل الأدب الإغريقي القديم يقرأ الآن مترجم لليونانية المبسطة، يعني أوديب وما أوديب وهالشلة هي كلها بتترجم، مشان هيك وصلت الحضارة لعنا. لذلك ألف تحية للسيد عصام جبارة يلي رح يتيح للقراء فرصة قراءة هذا المخطوط بلغة عربية مبسطة. أنا مثلا مواطن بسيط دارس تجارة، بس بحب الثقافة والأدب وبحب أفهم شو عم بقرأ. في عنا صبيتين بالصف الأول، المايك لو سمحتي. بس نحن سمعنا. وليش هيك تشبهوا بعضكم كتير؟ نحن توم. حقيقي ولا؟ حقيقي طبعا.
طب ليش ما لابسين مثل بعضكم؟ شو سمعتوا؟ سمعنا مدير دار النشر اللي بده يبسط المخطوط وينشره، هلا هو بالسجن بسبب هالشي، صحيح؟ يعني الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول. يعني أنا ما بالعادة بتلبك هيك، بس مين بيخطر على باله ينشر هيك إشاعة؟ يعني عم نقول لكم إنه الكتاب من القرن الحادي عشر ونحن هلا بالقرن ال21، في حوالي 1000 سنة بيننا وبينهم. مين بيخطر على باله يطالع هيك إشاعة مغرضة؟ ما بصدق. في حدا كمان حابب يسأل؟ أيوة يا أنسة تفضلي. ما بدك تاكلي؟ لا شكرا ماني جوعانة. لا قومي قومي، بنتسلى بالاكل، الليل طويل. أنو صحيح هذا الحكي؟ أنو حق سيدي؟ اللي طلع بالبرنامج. أنو برنامج سيدي؟ اعتقلت شي مدير دار نشر ولا كمان ما بتعرف؟ هلا بنشوف سيدي. بتطالعوا فورا، منطالعه سيدي فورا. واذا بتكرر هيك شي ما بقى يتكرر هالشيء أبدا بنوب سيدي. بوشك على المرجي. لوين سيدي؟ زينوا المرجي والمرجي لينا، شامينا فرجة وهي مزينة. سمعان بهالغنية؟ غنية حلوة كتير يا سيدي. خليها ببالك. حاضر سيدي. شعب متخلف. شو قصده؟ والله ما فهمت شيء. الو، انتوا بدكم تعملوا البلد مضحكة؟ بدكم كل العالم يشمت فينا؟ مو مشان الكتاب؟ لكن مشان شو؟ من وين اجتك هي الأوامر؟ هدول هيك كل مرة؟ لكن مين بيعرف؟ لك يا ابني انت مو دارس أدب عربي؟ طيب خلص سكوت. أصلا كل وجع راسنا مو جاي إلا من هدول المثقفين وجماعة الأدب العربي، كله منكم. ايه نعم، كله بسببكم. لحديت هلا بنحكي بلغة وبنكتب بلغة تانية، وما كنتوا تعرفوا تحلوا لي هالمشكلة التافهة هي. شعب متخلف وتافه. الو، الله لا يعطيك عافية. لك انت ما عندك مخ تفكر فيه؟ ما فهمت شو قصدي؟ لا فهمان منيح. انت لما رحت تجيبه لهذا عصام ما فكرت انه ممكن يكون منقذ الأمة العربية والفكر العربي؟ ليش لا؟ ليش أنا ما قلت لك؟ يعني ضروري أقول لك كل شيء؟ شعب جاهل. طيب روح هلا طالعه وبتعتذر منه وبتقول له انه صار خطأ وانه مو هو المطلوب. واذا سألك عن الكتاب، شو دخل الكتاب بالنص؟ مين اصلا جاب سيرة الكتاب؟ بتروح بتطالعه فورا، لا مو للصبح. اذا بتخليه للصبح بيكون وصل الخبر للجزيرة، هذا اذا كان ما وصل وخلاص. الله لا يوفقك بجاه النبي. يا رب امتى بقدر اخلص بقى من هالمشاكل هي وهالخنايا وهالمعتقلين هدون والمرؤوسين اللي ما بيعرفوا يشغلوا مخهم الهبل هدون؟ بس امتى؟ خيرو، وينك؟ شو نسيتني؟ أنا عم بستناك. جاي. مرام، إذا بقيتي بلا شغل شو بدك تعملي؟ بدي ازعل كتير. طيب عصام عم يدفع لك كثير بالشغل؟ لا مو كتير، بس انا حبيت الشغل. ممكن اطلب منك شغله؟ تفضلي. اذا عصام طلع من السجن ورجعتي انت على الشغل خليه يفكر انه عاجبك. ليش بقى؟ بدي اياه يكون سعيد. وهو هيك بده يكون سعيد؟ يمكن. طيب بلكي هو بحبك وبحب الاولاد وما بده غير هيك. ما بعرف، في حدا ما بيحب يكون معبود؟ ما بعرف، يمكن انا ما كتير بفهم بالدنيا. كل الناس بدها حدا يعبدها. وانتي بدك؟ انا عصام بيعبدني. طيب وانتي؟ انا اكثر من هيك بكتير، بس ما بعرف ليش هو ما بيصدقني. ما بعرف، ودايما عنده احساس انه انا عم بكذب وبده اثباتات على هذا الموضوع. لا ما تخافي، ما في حدا. عصام اول ما بفوت على البيت بيناديني. في حالة؟ ايه والله، اجا.
ضربوك؟ لا حبيبتي ما ضربوني. عم تحكي هيك مشان ما تزعلني، ما هيك؟ ايه كثير رح تزعلي. مرام ضلت عندي بغيابك تونسني. كيفك يا مرام؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لازم اخبر اسعد. انا رح روح اعمل لكم فنجان قهوه بشي. لا لا أنا بعمل لك. شلون؟ شو هي انا بعمل لك؟ قصدي بعملكن. ليش أنت ما بدك قهوة؟ ايه بدي. ما حدا بيعمل قهوه لعصام غيري انا. جاي معي. إيه ما تركتني كل غيابك وهي عندي تقول ابوها مو هيك. لك يا فيحاء يا حبيبتي، هي انت قلتي يمي قد بنتي تماما. ايه بس مو بنتك. خلص بكره بقلعها، هيك بدك؟ لا لا مو بكره. شو هالحكي؟ مندور لأول شي على شغل. يعني اوكي انا بغار، بس كمان ما بدي اقطع برزقها للبنات. ايه ما لها حدا مسكينه. يلا هلا احكي لي شو صار معك؟ شو بده يصير يعني؟ عادي. عادي؟ لك ايه، اول ساعتين ثلاثه بيحطوا كل تقلهم وبعدين بيخففوا. انا قلت لحالي شي حدا اتصل. قولي لنا رايك بصراحه، بتغار عليه ولا لا؟ بتغار عليه كثير، ما بصدق. كل مرة بروح فيها على الشغل بلاقي ناس قاعدين عنده بالمكتب وكلهم صبايا وحلوين. عن جد عم تحكي؟ أنا بالأول ما كنت صدق كمان، بس هي الحقيقة. انت عم تكذبي، بس ما بفهم ليش. السبب يا صديقي أنني وخلال تلك الفترة القصيرة التي عرفت فيها عصام وفيحاء استطاع كلاهما أن يدخل إلى قلبي. فيحاء برغبتها الدائمة في إقناع عصام بأنها تغار عليه حتى لا يشعر بأنه لا يستحقها، وعصام بحرصه عليها واستعداده دائما لفعل أي شيء من أجلها. لهذا كذبت، حتى وكما يقال ما حط لهم ياها واطية لفيحاء وعصام. ما صح صدقتيها؟ بكره عندك فحص؟ ايه عظيم. بكره بجي انا وفراس بناخدك لحتى تتعرفي عليه. على راسي. تقولي لي رايك فيه بصراحه. على عيني. واذا ما عجبك كذب عليكي. بلا مزح. لك يا خلصينا بقى، رح اقول لك رايي بصراحه. اي انا متاكده انه رح يعجبك، لانه هو عن جد كامل من كل النواحي. هو كثير ظريف وحبوب. هلا بدك تخليني ادرس ولا لا؟ ايه بدي خليكي تدرسي، بس انا بدي احكي لك عليه شوي. ايه هو عن جد كثير حباب. ايه فهمان عليك. بعدين هو كثير بيحب عن جد عن جد دمه خفيف. عن جد كثير دمه خفيف وكثير ظريف. انا كثير هو كثير ظريف. مرحبا فراس. اهلا. كيفك؟ شلونك؟ مرام. فراس. مرحبا. اذا بيطلع بس 10% من حكي هي عنك صحيح فلازم تدخلي كتاب جينيس للارقام القياسيه. هلا خلونا نمشي لاني انا رح موت من جوعي. طبعا تفضلي، خس الجوع يا ستي. شكرا. تفضلي. وكيف كتبتي؟ بنجح. يعني بتجيب 70؟ مستحيل، جاوبت على 4 أسئلة من 6 وأكيد مخلطة. يعني ما عرفت الباقي؟ ما لحقت الباقي. ليش الأسئلة صعبة؟ مو صعبة، ما لحقت. كنت تكتبي لي بتعرفي واللي ما بتعرفي اتركيه. المشكلة مو فيني، الأسئلة اللي جابوها ما بتتلحق. يعني حتى لو بدي أفتح الكتاب وأنقل الأسئلة بدون ما أفكر كمان الوقت ما بيكفي. تعجيز مثل العادة. عن جد هيك. كأنه الأساتذة بينتقموا من الطلاب، وبالقاعة ما بينقعد، لأنه الشبابيك فيها ما بتنفتح، يعني القاعة ما بتتهوى، بتدخل عليها ريحتها بتقرف. بس الأساتذة ما دخلون بهالشغلة. بهي الشغلة ما دخلون، بس بالأسئلة دخلون. أنا كل الوقت بهالجامعة بحس إنه في حدا عم يضطهدني لإلي شخصياً. نفس الشيء بكل الفروع، المباني جديدة صارت مهترية والقديمة ما تصلحت من لما بنوها. هذا كله لأنه نحن دولة فقيرة والتعليم عنا مجاني. الجامعات كل سنة عم بتخرج آلاف الطلاب اللي ما عم يعرفوا شو يعملوا فيهم. ما بعرف ليش الواحد كل يوم وين ما راح وين ما اجى لازم يحس بالاضطهاد. على القليل الاساتذه اللي بنعتبرهم مثقفين يرحموا الطلاب ويجيبوا لهم اسئله على قد الوقت. اهلا وسهلا، شو بتاكلوا؟ اجيت رحمه من السما لتوقف لنا الموشح، شو بدكم تاكلوا؟
على ذوقكم. يا الله يخلي لنا اياك. مرام شو بدك تاكلي؟ ما بدي اكل، ماني جوعانه. لا ما بصير، لازم تاكلي. اطلبوا لي انتوا، انا هلا بجي. بدي ارجع لاقيها رضيانه. ها تكرم عينك. يرسم؟ هل اذنك لحظه قرروا؟ انا اسفه. هيام حكت لي عنك كثير بس ما قالت لي انك نرفوزه. لك لا، بس الواحد ما بيقبل الاضطهاد. هلا عرفت ليش هيام تحسب حسابك. هيام كل اهلي، انا مالي غيرها. نيالا. على شو؟ لانه ما عندك غيرها. تسمحي لي طعميكي على ذوقي؟ انا عن جد ماني جوعانه، بس باخذ شي سلطه. جرسون. كيف لقيتي لفراس؟ شو بيعرفني؟ من اول مره ما بقدر احكم على الناس. يعني شكله ما عجبك؟ حلو. حلو كثير. وشو بدك تقولي كمان؟ شو بدي اقول؟ ولا شيء. يعني مو ظريف؟ ظريف. ما بدك تقولي. حلو، بجنن، بيفلش. انا لو كنت محلك كنت بسطت لك. هيك وانا بفرح لك، بس ما بدي كذب عليكي. طيب. بعدين كنت معصبه من الفحص والاساتذه، بصراحه ما شفت ولا شيء. طيب بس منيح مو؟ مو يعني أليس كذلك؟ مرحبا. اهلين رياض، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. تفضل. معلش ما عندي وقت، بس كنت بدي اسال عن مرام؟ هي اعطتني العنوان بس انا ضيعت الورقه. يعني نازل على الشام؟ بدي امرق لعند عمتي، قلت لحالي بشوف مرام شو اخبارها. طيب تفضل ارتاح شوي. لا معلش ما عندي وقت. طبعا اذنك لجيب العنوان. تفضلي. أنا من زمان ما سألت عنها. قصة السفرة هلكتني. من وقت ما سافر عمك أبو وائل من سنة لهلا ما بعرف عنه شيء. أخوه عم بيقول ما نزل هنيك، بس هو طلع من هون بالطيارة، بس هنيك ما نزل. الله يلعن الساعة اللي فكرنا فيها بالهجرة والسفر. هو لوين سافر؟ على كوبك. عن طريق شو؟ شو يعني عن طريق شو؟ طيارات من هون لكوبك ما بتطير مباشرة، يعني بتنزل بمطار من المطارات، بتعبي وقود، بتنزل ركاب، بتاخذ غيرهم وبتكمل. فإذا كان عمو أبو وائل طلع من هون وما نزل هونيك، فأكيد بقي بالدولة يلي نزلت فيها الطيارة. هو أنا كيف بدي أعرف؟ أنا بسألك وبشوف. هو على أنه شركة سافر، بتتذكري شيء التاريخ؟ المعلومات عندي جوا. طيب هلأ بسجلهم. وأكيد رح تعرف شيء. بحاول. عن إذنك. تفضلي. عصام، تاكل بردقانة؟ هي همه وين وانا همي وين؟ انا همي بالبردان هلا. شو قلت؟ ما فهمت. ما بدي شي حبيبتي، ما بدي شي. وبعدين يعني؟ وشو بعدين؟ لتكون مفكرني عميا. عميا؟ وماني شايفة شو عم بيصير معك. شو عم يصير معي يعني؟ لا عدت أكلت ولا عدت شربت، ومبارح كل الليل وانت نايم عم تتنهد وتئن. أنا؟ شوف عصام، صار لي 20 سنة معك. 22. ما مهم. المهم انه انا بفهم عليك منيح بشو عم تفكر، وما بيطلع بايدك ابدا تمرق علي اي شيء. ايوه بعرف شو عم تفكر وشو عم بيصير معك. وشو قصدك؟ قصدي صار لي سنة ساكتة ومتحملة، بس هلا بدك تقرر يا انا يا هي. طيب ومين هي؟ لك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. بعد كل شيء ضحيته مشانك ومشان الاولاد، بعد كل شيء انا عملته لك. لما تجوزتك ما كان في بجيبتك 5 ليرات جنبك على الحلوة والمرة. هلا بعد ما انا كبرت وراحت علي وما عاد حدا يطلع فيني بتبدلني بوحدة قد بنتك؟ فيحاء حبيبتي جنيتي انت؟ مجنونة عملتني كمان؟
جننتني وبدك تدخلني مستشفى المجانين؟ والله معك حق يا ماما والله. لك حبيبتي هلا انت معقوله تغاري من بنت اصغر من بنتنا؟ لكن من مين بدي غار حبيبي؟ من وحده قد ستي؟ شو قلت؟ وشو بدك؟ يا انا يا هي. بس انت بتعرفي انه هي البنت مقطوعه وما لها حدا. خلص فهمت عليك، معناتها اخترتها إلها. اوكي لك وين رايحه؟ طولي بالك. لا تكون مفكرني حبيبي انه بدي ضل بالبيت لحتى تجيب لي اياها. بعد عني بعد عني. فيحاء كبري عقلك لك فيحاء، شو عم تعملي؟ هدول تياب اتركيهم، شو بدك منهم؟ وخايفة تيابك كمان. خدهم ما بدي اياهم اصلا. حتى صيغتي رح اترك لك اياها طبعا مشان تتهنى انت وياها. مو قلت لي بنت فقيرة ومسكينة ومو شايفة شي بحياتها؟ الله يهنيك انت وياها. لك حبيبتي اسمعيني الله يرضى عليكي، انا اعتبارا من بكره الصبح رح اقلع من الشغل. لك هلا معقوله انا افضل وحده فلعوصه وما بتفهم شيء عليكي؟ اصلا انا شغلتها عندي لانه ما بتفهم شيء. خلص حبيبتي لا تزعلي انت، وحياة عينك بكره الصبح اذا ما قلعتها بتروحي من البيت. ما بصدق. وحياتك عم اقول لك بكره الصبح اذا ما قلعتها بتروحي. بكره الصبح الساعه 9:30 رح تكون مرام عبد المعطي عابطه عن العمل. لنشوف. لك خلاص بس ما تزعلي انت. شو رايك نطلع ناكل برد؟ ايه سبقني انت حبيبي، بس لحتى رجع لي ثياب على الخزانه. بس لا تطولي يلا. شو قلت؟ لا تطولي. ايه خلص سبقني انت رح تضبط. الحياة حلوة بس نفهمها. الحياة جنة محلى أنغامها البرتقالة. أسعد تعال لعندي، يلا ما تطول. تفضل. مرحبا. أهلا مرام، تفضلي. سيد عصام، أنا في عندي اقتراح. في روايات عالمية كتير مهمة، يعني عندها ما في داعي لأي اقتراح يا مرام. الصراحة أنا امبارح وقعت عقد بيع دار النشر. بعتها؟ خير؟ عم قلها لمرام إنه امبارح وقعت عقد بيع دار النشر. ليش؟ قررنا أنا وفيحاء ننتقل على بيروت يا أسعد. بنكون هنيك أقرب للأولاد، يعني بيكونوا جنبنا. وأنت أسعد لا تقلق أبداً، أنا حكيت مع صاحب دار النشر رح تبقى أنت محلك. بس أنت آنسة مرام، يعني أنا آسف ما رح يمشي الحال، لأنه صاحب دار النشر رح يشتغل هو وزوجته، وفي عندهم مشاريع تانية. كانت فرصة سعيدة. خسارة، الشغل كتير عجبني. تفضلي يا أنسة مرام، هذا راتبك الشهري وتعويض تسريح. شكرا، كانت فرصة كتير سعيدة. انت انسانه نادره. اخ لو كنت اصغر ب5 او 10 او 15 او 20 سنه. على كل الأحوال إذا المدير الجديد بده حدا تاني صرت بتعرفني. احسن منك ما رح لاقي، قصدي ما رح لاقي. عن إذنكم. شو قصة البيع استاذ عصام؟ يعني صرت بايع وموقع العقد؟ لك لا ولو انا عملت هيك حتى مرام ما تزعل بس. يعني مدام فيحاء اللي مثل العادة. انت مانك غريب لك اسعد، تعرف البيرو غطا. الو. الساعة 9:30. ايه
شو صار معك؟ أنا في مرة وعدتك وما وفيت بوعدي؟ لا. إيه، وهالمرة نفس الشيء. طيب. وهلأ صدقتيني؟ هلأ صدقتك. اليوم أنا رح مر لعند سلوى، بعدين بدي أطلع لعندك مشان تعزمني على الغداء. على راسي. أوكي، باي. باي. مع السلامة يا روحي. علي الآن أن أبحث عن عمل. كالعادة شعرت بالخوف والقلق، ومع أنني كنت أكرر لنفسي أنني اكتسبت خبرة في الحياة وإن كانت قليلة، إلا أنها كانت كافية حتى أعرف أنه من الصعب أن يموت الإنسان جوعاً في مدينة كبيرة كهذه. ولكن سرعان ما يعاودني اليأس، وأقول لنفسي أنا سأكون الوحيدة التي ستموت من الجوع، أو ستعيش عالة على هيام وسلوى وعماد. مرام، اجيتي؟ جيت. شو؟ ما طولتي؟ عصام طالعني من الشغل. ليش؟ قال باع على دار النشر وصاحب الدار الجديد ما بده حدا. إيه كذاب مشان مرته، يضرب هو وياها. ليش أنا ما بعرف؟ يا لطيف شو خجلته وهو عم يكذب علي. مو انت اللي لازم تخجلي، هو ومرته اللي ما بيستحوا على حالهم. لا تزعلي. يا الله ليش هيك؟ مشان الله لا تزعلي مرام، انت قوية وبتتحملي. لك ما عاد بدي اتحمل. معناتها لازم تدوري لك على شي عريس غني. وانا هيك كنت اقول لامي، كانت تقلي هي انا تجوزت ابوكي، كنت مفكره انه رح يعيشني احلى عيشه. شوفي شو صار معي. لك انا بس بدي افهم ليش في ناس من اول ما يخلقوا لحد ما يموتوا حياتهم سهله، وفي ناس من اول ما يخلقوا لحد ما يموتوا حياتهم صعبه. ما بعرف. وليش انا لازم اكون من النوع الثاني اللي بيشوف مصايب غيره؟ لك انا مصيبه عم تحكي عنها هي. سلوى مثلا سهل عليها تشوف ابنها هيك، اكيد هي عم تتعذب اكثر منه. لك بس لو كانت فقيره كانت رح تتعذب اكثر من هيك بشي 100 مره. قولي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بعد ما الواحد تعود انه هو عنده شغل وما عاد عاطل عن العمل. بتلاقي انا لقيت، بعدين راتبي عم يكفينا انا وياكي. شبك؟ ليش عم تبكي؟ لانه انت عم تبكي. بالله الو. مشان الله لا تزعلي مني. مين عم يحكي؟ أنا فيحاء، يعني والله ما بعرف كيف بدي أعتذر منك. وليش لحتى تعتذري؟ ليش انت شو بهمك؟ المهم جوزك يكون سعيد ومرتاح ومبسوط وفرحان. شو بهمك انت من العالم؟ اذا اجى على بالك شي يوم تقتلي لك شي حدا بتقولي له حبيبي اقتلي اياه، اقتلي اياه مشان حبك. بيقوم هو بيقتل لك اياه بس مشان يثبت لك انه هو بيحبك. أنا والله مو قصدي. مو قصدك؟ مو قصدك تطالعني من شغلي؟ يعني أنا فكرت رح تفهمي علي. أنا بدي أفهم عليكي؟ أنا بدي أفهم عليكي. لك أنت أنا بدي أفهم عليها. أنا بدي أفهم عليها. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ يعني أول مرة بشوفك. وهي شفتيني. خلص مرام، شو أعمل لحتى تبطلي زعلانة؟ مشان الله خلص، مشاني. هي أنا عم بشتغل وبابا عم بعت لي مصاري مندبر حالنا، ولا تقولي إنه ما بدي من يد حدا. أنتي أختي ورفيقتي.
ليش لنكون أصدقاء إذا ما بدنا نساعد بعض؟ إذا بدنا نحس حالنا لحالنا من الدنيا خلص مرقوم. زعلانة كتير. أنا لهلأ ما فهمت ليش عصام طالعة. هو قال بده يختصر بالمصروفات. بعدين صار عنده عدد كبير من الروايات الجاهزة. قال إنه بينشرها بالأول وبعدين بيشوف إذا بده يكمل السلسلة ولا لا. بس سكرت الخط بوشي، يعني أنا شو دخلني؟ وبدك إياها تنبسط بعد ما قلعتوها تقليع؟ مرحبا. أهلين ماما، كيف التمرين؟ ممتاز. بدك تاكل؟ لا، بدي اتحمم بالاول. طيب حبيبي. شو عم يتمرن؟ عم يتمرن سلة. ماما؟ نعم حبيبي. طلعوا مرام من شغلها؟ ايه. ليش بقى؟ قال ما عاد في حاجة إلها. معلش حبيبي بتلاقي. بعدين نحن ما رح نتركها. لما اجت عالشام ما كان عندها حدا. بس هلا هي مو لحالها. لا تزعل. لا عادي مالي زعلان. رح احضر لك الحمام. اوكي. ماما بس سكري الباب وراكي بابا. الو. ايه هي؟ وينها مرام؟ هون. زعلانة كتير ما؟ أكتر ما بتتصور. طب هاتيها لأحكي معها. أمين بده يحكي معك. ما بدي أحكي مع حدا. بيعرف إنك طلعتي من الشغل وبده يحكي معك، وأنا مالي حق له ما بدك تحكي مع حدا، على الأقل مو لأمين. يلا. ألو. لا تزعلي. كيف عرفت؟ فيحاء عنا. لا تزعلي، أنا في براسي شي 20 مشروع وبدي أعملهم أنا وياكي. تفتح لي دار نشر؟ هلا صرتي تفهمي بالنشر؟ لكن شو صار لي 2 عم بعمل؟ ومنفتح دار نشر، بس المهم إنه أنت بتقدري تدبري حالك لبين ما آخذ البكالوريا؟ لا، المصاري ما بكفوا. أنا بخلي بابا يدينك وبعدين بترجعي له إياهم، وبقول له إنه أنا بكفلك لأنه مشاريعنا أكيد رح تربح. طيب. عم تسايريني، عم تقولي لحالك إنه هذا ولد وعقله صغير. لا. طيب لما بدك تناقشي مشاريعي دقي لي تليفون وشوفيني شلون ما عم بمزح. ماشي. يلا باي. لطفية، لطفية، لك لطفية وينك؟ نادي قد ما بدك ما رح ارد عليكي. لطفية، لطفية كم مرة بدي نادي؟ ليش فاتحة الشباك؟ سكريه. انتي شو دخلك فيني؟ مو كنتي قاعدة بغرفة القعدة؟ شو جابك لهون؟ تعي ضمي لي الإبرة. كمجنون يحكي وحائل يسمع، يعني أنا رح أشوف ضمان؟
طب شو بدي اعمل؟ بدي اقطب الشلحه. هي الشلحه صارت للكب. بعرف والله بعرف، بس انت بتمك قلتي لي انه ما عادوا اشتغلوا مثلها. طيب من وين بدي اجيب؟ انا ما بعرف البس الا من هي، وما عاد شفت اقطبها. صار لي سنتين عم اقول لك خلينا نجيب شي وحده صبيه تساعدنا، لك انا ختيرت وما عدت نفعانه. ما حجيب حدا، انا فهمانه عليكي. شو فهمانه؟ هون بتدخل البنت الجديده على البيت من ثاني يوم رح تموتي. الاعمار بيد الله. الا انتي مو مصدقه امتى تتركيني. إيه والله لا ياكلنا الدود ونحن بالحياه. ايه ما حياكلنا شي. عم تجينا لفايه مرتين بالاسبوع بكفي. بدك يعني يجيب بنت مشان تضم لي الابره؟ وصل رياض، روحي افتحي له. وما تروحي انت تفتحي له، على شو الانزعاج؟ مرحبا. اهلين، تقبلي تعال بوسك. ليش سددوك؟ بتفضل مرة ثانية كرمالك. حاجة حكي. اهلين وسهلين. مرحبا عمتي. اهلين حبيبي. جوعان حبيبي بسخن لك؟ ايه روحي. كيفك عمتي؟ الحمد لله، تعالي نقعد. ما تقلي جاي يومين ومسافر. لا هالمرة قاعد 3 أيام. الله يسامحك، تجي مرة بالسنة، طولها شوي. والله يا عمتي ما عندي وقت. جبت لي شيء؟ بكرة من الصبح بنزل بشتري لك، ما عاد عندك شيء تقريه؟ أنا دايما عندي. احكي لي شو عامل؟ عم أدرس ورح أتخرج. يعني السنة بترجع؟ والله يا عمتي بجوز ما أرجع. ما تقول مانك راجع أبدا. شو بدي ساوي بهالبلد؟ ما بعرف. العالم شو عم تعمل؟ عم تدور على شغل. كلها؟ الله عليك يا عمتي، هي أنت ما بتتغيري. أنا ما بعرف شو عم يصير. بدك بحكي لك؟ لا ما بدي. بتريدي تاكلي معه؟ لا ما بدي آكل. لا بدك تاكلي معي، بتونسيني. كتير ما شاء الله ونس. وإذا بدك تترك الشغل شو بدك تعمل؟ ما بعرف. حدا بيترك هيك شغل مأمن لك دخل منيح ومع أهلك، يعني لا في مين يتحكم فيك ولا مين يتفشش. يمكن لا. بتصدق انه ما بتذكر اول مره رحت فيها على المحل مع ابي؟ لما بتذكر بحس حالي انه انا بديت اشتغل قبل ما اتعلم احكي. طبيعي انه بده اياك ابوك تصير مثله. ابي ما بيهتم فيني ولا بشو بدي. جدي كمان اخذ ابي على المحل لما كان صغير وطلع وتاجر، وجد جدي كمان هيك من ايام الخلافه الامويه. بس الشغل مو عيب. مين عم يحكي عن العيب؟ طيب اذا بدك تترك الشغل شو بدك تعمل؟ ما بعرف، ما حدا سألني شو بدي ولا شو جاي على بالي. أبي اللي مخطط لحياتنا كلها وكل شيء ماشي مثل ما بده، وكأنه لعب. والمصيبة ما حدا عم يفهمني. بس ما في حل. ما بقدر اتخيل حالي كل عمري واقف ورا فيترين عم بيع مناشف وقمصان وكيلوتات وقول لهم انه اجتنا بضاعة منيحة، بتحبي ارجيكي؟ بس بدي احكي على كلمة بحس حالي بدي صرخ. طيب والدخل منيح؟ أكثر ما بتتصوري، أكثر ما أي حدا بيتصور. أبي مثلا ممكن يشتري مرسيدس بدون ما يتضايق، بس هو ما بيشتري. بتعرفي ليش؟ مشان ما يقولوا البياعين التانيين شوفوا أبو فراس صار من الكبار، وكلهم بيعرفوا إنه صار من الكبار، بس هو يعني بفضل يفتح محل تاني يوسع شغله، عايش مثل ما كان عايش أبوه. أنا بستغرب كيف كمل الدراسة ببيتنا مو مهمة، المهم إنك تكون تاجر حربوق مثل ما بيقولوا. وأنا برأيي ما بدها شطارة الواحد يصير تاجر على الطريقة التقليدية. الشغله مثل سواقة السيارة، كل الناس بتقدر تتقنها بغض النظر عن مستواها الثقافي، ونحن صرنا بعصر جديد، عصر ما بيتحمل كل هاللعي والحكي الفاضي والمنفاصل. التجارة صارت مختلفة بكل محل إلا عنا، نحن عم نشتغل مثل ما كان جدي يشتغل، وأبي هيك، وأنا هيك، وابني هيك، وابن ابني هيك، في شيء متحجر ما رح يتطور. طيب إذا تركت، شو بتحب تشتغل؟ ما بعرف شو بحب اشتغل، بس بعرف إني ما بحب هالشغلة ولا بحب اشتغلها، بالأحرى بكرهها. لازم يكون في حل. ما في حل. طيب ورفقاتك شو عم بيعملوا؟ بعد ما خلصنا جامعة كل واحد راح بحال سبيله، شي سافر وشي ساعدوا أهله ليشتغل وشي عم بيدور على شغل. على فكرة أنا بيعتبروني المحظوظ الوحيد بيناتهم. أما شو محظوظ؟ وهي رواية مرسال الغرام للكاتب السوري المهم فواز حداد. بعرفه، موزاييك دمشق. صح. وهي جابرييل غارسيا ماركيز، مذكراته بتحبيه. عظيم.
وهي غادة السمان. وليش هو كل هالكتب؟ إيه ما بتقرا غير واحد؟ شو صار معك؟ حجزت امتى؟ طيارة بكرة الساعة 8. وما بيصير بلا هالسفر والشنطة والغربة. هلا لو بتروحي تحطي له اكل مو احسن من كثر الحكي؟ يعني حتى السؤال حرام. والله الواحد ما عاد يستغيث تحتمه بهالبيت. لطفية ما عاد تقدر تقوم بالبيت، هي صار بدها مين يقوم فيها. ليش مو على الأساس عم تجي وحدة لعندكم مرتين بالأسبوع تعملكم البيت؟ شو بدكم أكتر من هيك؟ بخاف يصير له شيء وانا لوحدي. كبيرة صارت. بعدين انا ما عاد شفت اقرا. جيت لضم الابرة ما قدرت. يعني بدنا وحدة تونسنا وتساعدنا شوي، تقرا تتسلى وبتسليني. بتعرف شي حدا؟ أنا والله ما بعرف، منين بدي أعرف؟ من البلد ما في حدا؟ يعني شغلة خفيفة نظيفة بتمر لعنا كل يوم وبتستفدنا. بسألك. بدك مصاري؟ لا. ما فيها مني حصة أبوك. بعرف بس ما بدي. يعني لا تستناني لحتى موت. بعيد الشر عنك عمتي، ما عم بستنى بس هلأ ما بدي. إذا بدك بتحكي؟ ايه. امبارح أنا بعد ما رحت قلت لحالي حصة أبوك وورثتي كمان إذا بترجع على البلد بتاخدهم تحطهم بشي مشروع صغير. يا عمتي هلأ بكير لحتى أتخرج بالأول. يعني خليها ببالك. بشوف. باب الحزن مفتوح مفتوح باب الوفاء، باب الوفاء
الحزن